السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ قلت بقى ايه نعمل مع بعض الكشري اللي هو المصري اصناف. ودلوقتي هنروح بقى على البوتاجاز نعمل مع بعض الصلصة. يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده مولعة على العدس عشان يستوي، بس ما حدش يرمي مية العدس يا حبايبي عشان اقول لكم هنعمل بقى ايه. ومولعة على الزيت بتاع الكشري ايه ده اهوت يا حبايبي، ومولعة على الحمص لسه مغليش. هنقوم بقى عاملين ايه الصلصة مع بعض يا قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل دلوقتي ايه بقى يا حبايبي؟ البصلاية اهيت، هنحط بصلاية، ركزوا معايا يا حبايبي. وهنحط ايه؟ توم، هرس التوم يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي عامل ازاي. وكتر عصير الطماطم يا حبايب قلبي. دبنا البصلايه مع بعض دلوقتي يا حبايبي. بصوا اهي، نقوم بقى قلبين عليه ايه العصير الطماطم. بسم الله اهي يا حبايبي عصير الطماطم اهو. نقوم بقى جايبين ايه التوابل. ركزوا يا حبايبي، معانا كمون، معانا شويه فلفل اسمر، مرقايه، والمرقايه برضك اختياري، وشويه شطه، وشويه توم بودر، وشويه سكر عشان الحموضه. ونقوم حاطينها يا حبايبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي ركزوا في الوصف، محدش يا حبايبي بيعرف يعمل كشري زي ما انا بعمله والله العظيم، مش شكران يعني في نفسي. ونقوم جايبين ايه يا حبايبي معلقتين خل، نقوم حاطين معلقتين خل زي بتاع بره بالظبط يا حبايبي اهو. بصوا اهو يا حبايبي. والعدس زي ما انا بقول لكم اهوت بيغلي، ولما نطفي عليه هوريهولكم هو والحمص عشان نرجع مع بعض نعمل التوست والبصل بتاع الكشري، ونعلق على المكرونه مع بعض يا حبايبي، والرز والشعريه. استنوني اهوت يا حبايبي. بعد ما صفيت العدس ادي الميه اهي، ما ترموهاش عشان هنعمل بيها ايه وصفات. وادي العدس اهوت مولعه عليه يا حبايبي. هنقوم بقى جايبين ايه هريسه توم، دي بقى هتديهولكوا نكهه خطيره خطيره. وحبه ملح، حبه ملح اهوت يا حبايبي، وحبه شطه، وحبه كمون اهوت يا حبايبي. ونقوم بقى جايبين ايه جايبين نكهه اكتر، معلقتين خل، وعشان نلمعه نديله ايه معلقتين زيت برضك يا حبايبي اهو. بصوا كمان الطشه بتاعته. نقوم بقى ايه نديله حبه زيت برضك يا حبايبي عشان يلمعه، ونشوحه كده. شوفوا كأنكم بتشوحوا لحمه او اي حاجه كده يا حبايبي اهو. بصوا تبارك الرحمن اهوت يا حبايبي. بصوا اهو. هنقوم بقى عاملينه كده ويفضل بقى يتشوح اهو يا حبايبي اهو. بصوا يا حبايبي بعد ما تشوح اهو بسم الله ما شاء الله يعني نقوم بقى مفضيينه في طبق، والصلصه معانا اهي يا حبايبي. هنقوم بقى ايه هي كده اتسبكت، هنقوم بقى ايه حاطين لها الميه ونظبط ملحها، وكده تبقى اتعملت معانا يا حبايبي. بصوا تبارك الرحمن بسم الله ما شاء الله يا حبايبي. ونرجع مع بعض نعمل بقى ايه التوست دوت يا حبايبي. اهوت العيش الشامي قطعته كده مثلثات زي ما انتوا شايفين بالمقص. تعالى بقى بينا نروح على الزيت عشان الزيت قلب اهوت يا حبايبي. كده حطيت في الزيت بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش بقى تحطوا في الزيت شعرة ملح وشوية كركم بسيط كده يا حبايبي اهو. بصوا اهو يا حبايبي دوت بقى العيش التوست بتاع المحلات بالظبط اهوت يا حبايبي. بصوا
اهو شوفوا خد لون في ثانيه ازاي يا حبايبي. اهو بصوا يتحمر بقى يا حبايبي وارجع لكم تاني. اهوت يا حبايبي بعد ما اتعمل شوفوا بسم الله ما شاء الله زي بتاع المحلات بالظبط. شوفوا يا جماعه شوفوا عامل ازاي بسم الله ما شاء الله، يعني كده حاجه في منتهى الجمال. نروح بقى مع بعض عشان نعمل الرز والشعريه والبصل. الرز اهوت يا حبايبي بعد ما حمرت الشعريه قمت حاطه له معلقه خل ونص مرقايه برضك اختياري وحبه كمون وحبه ملح. وادي بقى الميه اللي احنا قلنا يا حبايبي ما تترميش اللي هي بتاعه العدس، هنقوم حاطينها اهو بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ميه العدس تتحط فيه ولا اكنك جايباه من محل بالظبط. جربيه كده على وصفتي وهتقولوا اللي انا قلت. بسم الله ما شاء الله شوفوا يا حبايبي عامل ازاي. ومولعين على ميه المكرونه اهي يا حبايبي. وكده يبقى الكشري معانا جاهز وهنعمل الدقه ونرجع لكم. بصوا حبايبي دلوقتي بقى ايه، عملت البصل سايلس وعفرته بالدقيق يا جماعه علشان لازم لما يتحط في الطاسه عشان يبقى كده يبقى مقرمش وطعمه جميل كده يا حبايبي. بصوا اهو هنحمره بقى ونرجع مع بعض اوريكم الكشري كامل يا حبايبي. معلش بقى حبايب قلبي بنصور في الضلمه النور اتقطع حالا اهو يا حبايبي. بصوا شوفوا الكشري عامل ازاي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني حاجه كده. بصوا عامل ازاي يا جماعه، يعني مفلفل وجميل ومفيهوش حاجه مكتومه ولا الكلام ده يا حبايبي. وهوت التوست اللي احنا كنا عاملينه ودي الصلصه بتاعتنا يا حبايبي. بصوا بسم الله ما شاء الله يعني. ودي الدقه اهي وده الكشري اهو بألف هنا يا حبايبي. متنسوش بقى تدعموني بلايك وتعملوا كومنتات كتير وتصلوا فيها على الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.